السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الأهلي بيفوز على الاتحاد السعودي بثلاثية مقابل هدف في افتتاحية مباريات كأس العالم للأندية بالنسبة للأهلي، وبيتأهل إلى الدور القادم نص النهائي. الفيديو ده هيكون دسم يا صاحبي ومليان تفاصيل من اللي قلبك يحبها. فكر في أي حاجة عاوز تعرفها هتبص تلاقيني قلتها لك في الفيديو ده من غير ما تقولي عليها. فركز كده وصحصح واستمتع علشان الفيديو هيكون لذيذ وحلقة هتكون ممتعة بإذن الله. لايكك اللذيذ، اضغط اشتراك لو جديد، فعل الجرس. عندك اكونتات السوشيال ميديا بتاعتي في وصف الفيديو وهسيبها لك في أول كومنت. يا ريت تتابعني، هيكون شرف كبير ليا طبعا. فوق بقى كده ويلا بينا يا صاحبي نبدأ الكلام. بعد فوز الأهلي المدوي ده، الأهلي بيحقق أرقام قياسية جماعية كفريق وأرقام فردية للعيبة من جوه النادي الأهلي. نبدأ بحسين الشحات اللي كنا بننتظر أرقام قياسية، هو شخصيا كان مستني إن هو يكسرها. حسين الشحات للأسف بيحطم رقم أبو تريكة التاريخي. على عيننا وعلى راسنا والله يا عم حسين، على عيننا وعلى راسنا. أبو تريكة الواحد يتمنى ان محدش يجيب ارقامه، بس شرف انك تجيب ارقامه ابو تريكة. الشحات بالهدف اللي سجله في الاتحاد وصل للهدف رقم 4 بتيشيرت الاهلي، بحيث يعادل رقم ابو تريكة كمتصدر هداف الاهلي في كأس العالم للأندية برصيد 4 اهداف. حسين الشحات بقى تاني لاعب في تاريخ البطولة يسجل في 4 نسخ مختلفة، طبعا بعد كريم بنزيما اللي اختفى في الماتش ده، رغم ان هو سجل بس كان مختفي برضه، ما كانش ده كريم بنزيما. حسين الشحات عزز رصيده في قائمة اللعيبة المتصدرة لأكتر مشاركات في كأس العالم للأندية برصيد 13 مباراة لحد دلوقتي. لو لعب الجاية هتكون ال 14. في نفس الوقت محمد هاني هو كمان بيعادل رقم محمد أبو تريكة ووائل جمعة وحسام عاشور كمشاركين 11 مرة في بطولة كأس العالم للأندية. الأهلي بيزود ماتش في مشاركاته في كأس العالم للأندية بحيث يعزز صدارته لقائمة أكتر الأندية لعبا لعدد المباريات في البطولة. الأهلي كان 22، بالماتش ده 23، والأهلي طبعا على موعد ان هو يخليهم 25 لأن الجاية 24، ولازم ال 25 هتتلعب سواء على المركز الأول أو الثاني، سواء على المركز الثالث أو الرابع. الأهلي بيوصل لنص النهائي للمرة السادسة في تاريخه، بحيث يكون أكتر الأندية وصولا لنص نهائي كأس العالم للأندية 6 مرات. في نفس الوقت الأهلي بقى تاني أكتر الأندية في بطولة كأس العالم للأندية تحقيقا للانتصارات، المتصدر هو ريال مدريد. بعد ال3 اللي تسجلوا في الاتحاد، الأهلي بيرفع رصيده في كأس العالم للأندية ل 27 هدف، متفوق على مونتيري المكسيكي صاحب ال 25 هدف وبرشلونة الأسباني صاحب ال 23 هدف. وطبعا ما ننساش السعي الرئيسي للأهلي ان هو يوصل لدور مختلف الموسم ده وكسر عقدة الخروج من نص النهائي كل مرة. صحف العالم بمختلف جنسياتها، انجليزية، اسبانية، المانية، بيشيدوا بقوة الأهلي وبجمال أدائه قصاد الاتحاد. بينا نبص بصة. صحيفة جارديان الإنجليزية بتعنون الأهلي بيضيف هزيمة جديدة للاتحاد السعودي رغم إنفاقه الضخم وبنزيما بيكتفي بهدف شرفي. صحيفة ليكب الفرنسية بتعنون الأهلي بيتغلب بسهولة على الاتحاد بنتيجة 3-1 يوم الجمعة في ربع نهائي كأس العالم للأندية، متفوق في جميع النواحي الدفاعية والهجومية. صحيفة آس الإنجليزية بتعنون اتحاد جدة وبالتالي كريم بنزيما لن يكونوا حاضرين في نص نهائي كأس العالم للأندية، وده بسبب ان الأهلي تفوق عليه، وبكده الأهلي هيواجه فلومينسي. بعد كده صحيفة ديلي ميل الإنجليزية بتعنون الأهلي بيطيح ببنزيما وبكانتي وبفابينيو من مونديال الأندية وسط جماهيرهم الغاضبة. صحيفة ماركا الأسبانية بتعنون الفرحة حمراء، الأهلي بيفوز ضد اتحاد بنزيما في كأس العالم للأندية. وطبعا نادي مانشستر سيتي بينزل تهنئة للأهلي وبيقول تهانينا للنادي الأهلي، نتقابل في كأس العالم للأندية. ملحوظة، بيب جوارديولا من المؤتمر الصحفي للماتش الجاي في البريمير ليج بيعلن احتمالية جاهزية كيفن دي بروين لكأس العالم للأندية.
يعني احتمال دي بروين يلعب له كده ماتش او نص ماتش في كاس العالم للانديه، واللي يهمنا من الماتش ده هو النهائي اللي هيواجه الاهلي في السيتي في حال تاهله للنهائي باذن الله، واللي بنسبه مش قليله احتمال كيفن دي بروين يكون موجود في الماتش ده. هتقول لي مين يا عم كيفن دي بروين ده؟ هقول لك ده عنتيل خط النص في السيتي، متصاب من اول الموسم، ومجرد ما يرجع السيتي هيرجع يبخ نار اكتر مما هو بيبخ دلوقتي. هتقول لي بس يا عم احنا الاهلي وما بنخافش من حد، هقول لك صلى على النبي يا حبيبي، صلى على النبي بس كده واهدى. رئيس الفيفا بيصرح وبيقول الاهلي دايما فريق عالمي واداؤه في العالي قوي. حفيظ دراجي المعلق الجزائري بيشيد بالنادي الاهلي على تويتر. حفيظ دراجي بيقول الاهلي المصري بيخوض مباراة عالمية كبيرة في ربع نهائي المونديال قصاد اتحاد جدة، وبيتأهل بالثلاثة في واحدة من أجمل وأروع مبارياته من زمان. شكرا للأهلي على المتعة، وهنيئا للأهلاوية بالفوز والتأهل لنص النهائي بشكل يصعب وصفه، لكن يمكن فهمه عندما يكون من صنع الكيان العملاق، لأن الكرة فن وثقافة وتقاليد قبل إن هي تكون مجرد لعبة. لعيبة الاتحاد ذات نفسهم بيشيدوا بالأهلي وبيشهدوا بقوة الأهلي وبقوة أدائه. جاياردو لاعب الاتحاد بيقول كان عندنا شوية إصابات وإجهاد، وده أثر على أدائنا في الملعب، ولازم نصحح الأمور على مستوى الدوري. علينا بالدوري، احنا بنتكلم دلوقتي في كاس العالم للأندية يا سيدي. وبيقول واجهنا خصم قوي جدا بيقدم أداء رتمه سريع وأداء ناضج. البرازيلي فابينيو بيقول كنا بادئين نلعب بشكل كان كويس، ولكن الخط الدفاعي بتاعنا الوحدة بتاعته كانت مش موجودة، ما كانش بيلعب كخط متكامل، كان فيه ثغرات واللعيبة كانت متفرقة. وبيقول الأهلي فريق ذو جودة عالية واحنا شفنا ده بعيننا. وبيختتم وبيقول لعيبة الاهلي ظهروا ان هم اكتر استعداد مننا. الماتش الجاي للاهلي هيكون قصاد فلومينينسي البرازيلي، وعاوز اقول لك ان مواجهة الاهلي لبطل امريكا الجنوبية مش مرة ولا اتنين، ده مواجهة متكررة لسادس مرة السنة دي. يعني دايما الاهلي بيواجه فرق امريكا الجنوبية وبتكون مواجهات صعبة، واحيانا الاهلي بيتم اقصائه من البطولة بسبب مواجهته للفرق البرازيلية. هنبص مع بعضينا كده على المواجهات اللي فاتت كلها ما بين الاهلي والفرق البرازيلية ونتائجهم كانوا ايه. نسخة 2006 كانت المواجهة الاولى قصاد فريق برازيلي وهو انترناسيونال. المباراة دي خلصت بخسارة الاهلي 2-1. بعد كده في سنة 2012 الاهلي واجه كورنثاينز البرازيلي، وقتها الاهلي خسر 1-0. بعد كده في نسخة 2020 ضد بالميراس البرازيلي، وقتها الماتش ده كان على الثالث والرابع والاهلي فاز بركلات الترجيح، كان لسه من قريب، ووقتها الاهلي فاز بالمركز الثالث. بعد كده نسخة 2021 قصاد بالميراس تاني البرازيلي، بس الاهلي خسر المرة دي 2-0. بعد كده الموسم اللي فات قصاد فلامينجو البرازيلي خسر الاهلي 4-2 على المركز الثالث والرابع. ودي المواجهة السادسة ما بين الاهلي وفريق برازيلي. الفريق ده اللي هو في مارسيلو اللي هو راح له بعد ريال مدريد ده. طبعا الفريق ده بيرحب بالاهلي ومنزل تويت على تويتر بيقول يلا بينا يلا بينا، وجماهير الفريق ده عارفه قوه الاهلي وبيشهدوا، وفيهم ناس على فكره عارفين ان الاهلي مش سهل، فطبعا كاتبين كومنتات بتوضح ده. هنبص كده على بعضهم على بعض الكومنتات مع بعضين. واحد كاتب الاهلي ده معروف بالهجمات المرتده وهي افضل سلاح بالنسبه ليه، والماتش ده هيكون زي الجحيم، مباراة صعبة جدا، الفريق ده بيتمتع بالجودة وبيعمل كثيرا، هم متعودين على اللعب في المنافسة، بيتعين علينا ان احنا نفتح عنا ونكون مركزين على الدفاع. بس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بحمد الله. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي على خير. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.